جابت باسم الكافي على العيون شاد السحار عزيزي الشباب المندوب الجهوي للشباب والرياضه بالكاف. اليوم نحن في فعاليات اليوم المفتوح للرياضات المستحدثه بالوسط المدرسي. طبعا هذا اليوم من تنظيم اللجنه البيداغوجيه تحت اشراف السيد عبد الجواد الرواني، وبمشاركه ثله من اطارات التربيه البدنيه بولايه الكاف، وايضا بالمشاركه وبمساهمه من الجامعه التونسيه للرياضه المدرسيه والجامعيه. اليوم كما تشوفوا معنا نحن ماشيين في اتجاه كون استحداث انشطه جديده التربيه البدنيه وتنشيط التربيه البدنيه حتى تكون معناها ربما ملاذ للترفيه، خاصه في المدارس الابتدائيه الريفيه اللي تفتقر الى مختلف المنشات الترفيهيه. وهذاك علاش ربما نعملوا معناها الهدف نتاعنا تجديد واستحداث انشطه جديده توفر الراحه النفسيه والاجتماعيه للتلامذه. عبد الحفيظ بركان، رئيس الجامعه التونسيه للرياضه المدرسيه والجامعيه. فرحان ياسر معكم اليوم في ولايه الكاف، وبالتحديد في وادي السواني مدرسه الجداره. التظاهره هذه اليوم حاجه هائله ياسر، هي تظاهره للتعريف بالرياضات المستحدثه في المجال المدرسي. يعني بار اكزومبل اللي نحن نتكلموا ديما على الرياضات، نحن نعرفوا كان الرياضات الجماعيه كره يد، فوتبول، كره طائره، هذا يعني المتعارف عليه، لكن فما برشا رياضات جديده مستحدثه كما التشوكوبول، البيسبول 5 اللي هو البيسبول الخماسي، السهم والقوس، البادمنتون اللي هي الريشه الطايره، الى غير ذلك، الى غير رياضات كثيره. بسم الله الرحمن الرحيم. مكرم الجزيري، مندوب الرياضه المدرسيه على التنشيط القائد من المندوبين الجهويين للشباب والرياضه بالكاف، وكيف نمثل الجامعه معناتها عضو قارب الكتاب العام للجامعه التونسيه للرياضه المدرسيه والجامعيه. مرحبا بكم في مدرسه الجداره في هذا اليوم التنشيطي اللي بعنوان سبورتس داي او يوم الرياضات. شنو هي السبورتس داي؟ هذه هي في الحقيقه هي تظاهره عالميه موجوده، معناها تظاهره عالميه تعاملت في الاتحاد الاوروبي، تعاملت في الخليج، تعاملت في عده دول، وهذه التجربه الاولى الفريده من نوعها في ولايه الكاف واترافير مدرسه الجداره. معناتها تجربه الاولى هذه السنه ان شاء الله تتعاود مره العام الجاي وتكون هذه التجربه دي مفيده. سبورتس داي هي معناتها كما قلنا هي عديد الرياضات. التلامذه اليوم في مدرسه الجداره ان شاء الله باش يكتشفوا رياضات جديده ما يعرفوهمش، كما تشوكبول، كما بيسبول 5 بيسبول 5 ب5 لاعبين، كما سبيد بول كره السرعه، وكيف البادمنتون هي الريشه الطائره. البرنامج اليوم هو عندنا جزئين، برنامج داخل المدرسه، نكملوا برنامج داخل المدرسه، ومن بعد عندنا تريل. هي التريل شنو؟ التريل سكولير، عباره على كورس من المدرسه حتى فضاء براج وادي السواني. التلامذه باش يجريوا شويه، معناها التلامذه تاع المدرسه الكل حتى نوصلوا البراج. غادي في البراج باش نلقوا 4 ورشات. الورشات هي كل ورشه فيها الرياضه اللي كنت نحكي فيها تو، الرياضه المستجده اللي باش يكتشفها التلميذ. وعندنا مكونين بالطبيعه، عندنا حتى من الممكنين مدام امين الغربي في التشوكبول، عندنا سي بلال السبيعي في البوزبول 5، وعندنا سي هاني فرشيشي في السرعه، وعندنا سي صالح جبابي المنسق الوطني لرياضه البادمنتون اللي هي ريشه الطائره. ان شاء الله هم باش ياثروا لنا تلميذات، وبالتداول باش نحاولوا كل تلميذ يعدي فتره معينه في كل ورشه باش يكتشف الرياضه هذيك تو سامبلومون، وان شاء الله تعمل فائده. والفائده منها هي في الحقيقه هي افاده للتلامذه، وان شاء الله باش نخرجوا من نهار اليوم باضافه وفائده للتلامذه نتاعنا في المدرسه هذه الكبيره تاع جداره او اكتشفناها اليوم، معناها براعم تبارك الله عليهم. وان شاء الله الحضور الكل يستمتعوا. مرحبا بكم في مدرسه الجداره الكاف، والسلام عليكم.